السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص بقى على الابواب، وقلنا بقى كمان نكمل بقى بقية سلسلة نواعم العيد. هنعمل بقى النهاردة السابليه باشكاله المختلفة اللي احنا بنروح نسأل عليه بره وبنلاقيه بشيء وشويات. هو مش مكلف خالص بصراحة لما تعملي في قلب البيت، بمكونات بسيطة جدا وسهلة وموجودة كلها في كل بيت. وطبعا الاشكال والتقطيعات على حسب ما انت ما عايزة، وبرضو الزواق بتاعه على حسب ما انت ما عايزة. لكن اهم حاجة انت تعمل العجينة تطلع صح معاكم ومظبوطة. لكن العجينة مكوناتها كلها من قلب البيت، اوعدك مش هتشتري اي حاجة خالص من بره. هنا كنت بوريكم هنا الاشكال والتسوية. طبعا زي ما قلت لك الاشكال دي على حسب ما انت عايزة، والزواق بتاعها على حسب ما انت عايزة. بصوا هنا البسكوتة مش مستحملة معايا ضغطة ازاي، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، والطعم تحفة. جربوها بس بالمقادير ديت وانت هتدعولي. اول حاجة هنا عندي هنا 200 جرام من الزبدة اللينة اللي هي بحرارة الغرفة، لا هي ساقعة خالص من التلاجة ولا هي سخنة خالص اللي هي تبقى شوربة. انا عايزاها تبقى متماسكة كده زي ما انت ما شايفاها، عشان خاطر لو سايحة خالص هتبقى معاكي العجينة مش كويسة. هنا اول حاجة كده هديها لفة كده في قلب الكبة، عشان اضمن ان هي متبقاش فيها حتت فيها مكلكعة. وعندي هنا كده 100 جرام من السكر البودر مسبق النخل. لو انت قصدي هتضربيه في ساعتها يبقى خلاص ما تنخلوهوش. لكن لو انت عندك السكر البودرة ده انت ضرباه وركناه بقاله فترة يعني، لا يبقى لازم تنخليه قبل ما تستخدميه. هي المكونات كلها سهلة وبسيطة. هي تعتبر 3 2 1 300 جرام دقيق، 200 جرام زبدة، 100 جرام سكر. سهلة خالص وبسيطة. وفي بضايه لو انت حابه تحطيها ماشي، مش حابه تحطيها خلاص. بس البضايه اللي احنا نحطها بتعطي قرمشه حلوه قوي للبسكوته، وبتخليها هشه وجميله. لكن لو انت مش حابه تحطي بيض في الوصفه دي خلاص دي حاجه ترجع لك. هنا كده كنت لسه مستمريه في ضرب الزبده مع السكر لحد ما يبقى قوام كريمي. طب ممكن تقولي لي حد ممكن يقول طب انا مثلا يا محمد ما عنديش زبده، الزبدة مثلا دلوقتي أسعارها بقت غالية ومكلفة، مش هينفع أعمل؟ لا يا حبيبتي ينفع تعملي برضه وتبسطي ولادك. نقدر نستبدل الزبدة بسمنة عادي يعني، مش شرط يا جماعة نكلفها على نفسنا ونعقدها يعني. كل واحد فينا بيحط المتاح عنده، مش معنى كده انت تحرمي نفسك وتحرمي أولادك أو تروحي تشتري بره بالغلا بالأسعار اللي احنا بنسمعها ديت. لا.